المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الاحتفال بالثالث من ديسمبر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. جهود للدفع بأنشطة اتحاد المرأة في شمال البحر الأحمر. بحث تفعيل لجنة أصدقاء الشباب في حاضرة عنسبة مدينة كرن. قصف إسرائيلي كثيف يستهدف غزة رغم الدعوات الدولية لضبط النفس. تعهدات مالية ودعوات دولية خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ. والقوارب الصينية تتجمع في بحر الصين الجنوبي، والفلبين تنشر سفنا للمراقبة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تم الاحتفال بالثالث من ديسمبر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني في مدينة مندفرة تحت شعار تأهيل المعاقين لتطور المجتمع والوطن. وقال حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاسيون في المناسبة إن حكومة إريتريا تعمل بوضع سياسية نبذ الاتكال واعتماد المعاقين على الذات وتطوير مشاركتهم، مشيدا بمساهمة وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في ذلك. وأوضح المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد معرت آف السهيم، أوضح أن الإعاقة هي طبيعة بشرية يمكن أن تحدث في أي وقت لمختلف الأسباب، مشيرا إلى العمل الجاري في البلاد منذ عام 1994 ضمن استراتيجية المكافحة والتأهيل. وقال إنه يجري العمل على المظهر. وذكر منسق مكتب الأمم المتحدة في إريتريا السيد أنس تشوما إن حوالي 15% من سكان العالم من ذوي الإعاقة، 80% منهم يتواجدون في الدول النامية، داعيا لمساهمة كافة قطاعات المجتمع لإزالة تحديات ذوي الإعاقة. حضر الحفل وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة أولغا برؤابه ورئيس مجلس الإقليم الجنوبي الأستاذ والداي جابريم. تم الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة هذا العام للمرة الثانية والثلاثين على مستوى العالم، وللمرة 28 على المستوى الوطني. وجهت الدعوة للاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم شمال البحر الأحمر للدفع بأنشطته التي تحقق نتائج مرضية في التنظيم والتأطير في المناطق النائية بالتعاون مع الشركاء. جاءت الدعوة في الاجتماع التقييمي الذي عقد يوم 30 من نوفمبر لمراجعة أنشطة الفرع لعام 2023 ووضع خطط هذا العام. وأوضحت رئيسة الفرع السيدة جمعة راكي في التقرير الذي قدمته أن الفرع يعمل على توسيع التنظيم ومحاربة الزواج القاصرات والختان وتعزيز التدريب المهني ومساعدة المرأة ورفع الوعي السياسي للمرأة وغيرها من الأنشطة المشجعة، وضعا في الاعتبار مناخ وتضاريس الإقليم. وقالت إن مشاكل تحصيل إيرادات الجمعية والتعامل مع الوثائق في بعض المديريات يجب تقييمها جيدا وإيجاد الحلول لها. وعرضت مسؤولات الاتحاد في المديريات نقاط القوى والضعف في البرامج المنفذة فيما يتعلق بالتوعية والتعليم والزراعة التعاونية والتنظيم وتحسين الحياة المعيشية للمرأة وغيرها، داعيات العمل بقوة لتمكين المرأة. وقدمت المشاركات في ختام الاجتماع توصيات لتقوية التنظيم ورفع الإيرادات والتركيز على تنمية الموارد البشرية وتشجيع المرأة المساهمة بدور كبير في أنشطة الاتحاد وإيجاد حلول لمشكلة المواصلات. عقد اجتماع في مدينة كرن يوم 28 من نوفمبر لإعادة تفعيل لجنة أصدقاء الشباب وتعزيز مساهمتها في شؤون الشباب. وقال مدير مدينة كرن السيد رزاني أرايا إن قضية الشباب ليست متروكة لجهة بعينها، بل هي مسؤولية المجتمع بأكمله، داعيا للعمل الجاد بهدف تنشئة شباب يتحلى بقيم مجتمعية ومكافحة الظواهر غير الأخلاقية. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مدينة كرن السيد طاهر صالح تنفيذ برامج واسعة في عام 2023 تمثلت في توسيع وتعزيز التأطير والتنظيم ورفع وعي الشباب وتنظيم التدريب المهني والتأهيل السياسي وغيرها.
واتفق المشاركون بعد المناقشات التي جرت على أن تفعيل لجان الأصدقاء الشباب له دور هام جدا، وتوصلوا إلى تفاهم لحل نواقص البنية التحتية والتجهيزات الشبابية، وتضييق الفجوة بين أولياء الأمور والشباب، وزيادة مشاركة الطلاب وكفاءتهم. وقال رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة السيد الزازي برختاب إن دور لجان أصدقاء الشباب متجذر في الإقليم، ونتيجة المساهمة الكبيرة لهذه اللجان في السنوات الماضية تم بناء مراكز شبابية وتجهيزها باللوازم. ودعا اللجان للنزول إلى مستوى الشباب لخلق منتديات للتراث والتفاعل والمساهمة في نقل القيم المجتمعية والسعي لتعزيز تأطيرات الاتحاد في المناطق. عقدت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في ساوة ومؤسسة التعليم العالي السيدة أبراش هبتاي سيمينارا لطالبات كلية الزراعة في حمل مالم. ونادت في السيمينار الذي عقد في 29 من نوفمبر المرأة الشابة للنضال ضد العادات المعيقة لتطورها والاستفادة المثلى من الفرص التعليمية الأكاديمية والمهنية الواسعة المتاحة لها، بالإضافة إلى مواصلة التفوق التنافسي في أعلى مستويات التعليم. ونصحت الطالبات مواجهة التحديات وتخطيها وتجنب الأفكار دون الوطنية وتأثير الرفقة السيئة لضمان مستقبلها. وقدمت الشابة أميرة سناي من مجموعة المهنيات العضوات في الاتحاد الوطني للمرأة توضيحا بشأن الانتصار النفسي والمذاكرة والتجارب والوسائل وضغوطات الامتحانات، داعية الطالبات للتعرف على هواياتهن وأولوياتهن وبذل الجهد للوصول إلى المبتغى. وقدم شرحا في السيمينار حول مجالات تحقيق المشاركة المتساوية للمرأة في جميع المجالات. تبرع طلاب المدرسة الفنية ومدرستي دك أمحري وبان المتوسطتين في مدينة دك أمحري ب 854 كيس دم. وأوضح منسق تبرع الدم في بنك الدم السيد عقبة يوهنس أن الكمية المتبرع بها تعكس الوعي المترسخ، مشيدا بدور المعلمين. وذكر مسؤول جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في مديرية دك أمحري السيد قرماي السيت أن أكياس الدم التي تبرع بها الطلاب هي نتاج أنشطة التوعية التي ظلت جارية، ويجب العمل لاستمرارية هذه الثقافة. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من تلفزيون دولة إريتريا، لكن بعد فاصل موسيقي قصير. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، رغم الدعوات الدولية لضبط النفس من أجل حماية المدنيين، كثفت إسرائيل قصفها قطاع غزة عقب انتهاء الهدنة مع حماس، فيما قرر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إعادة فريق جهاز الاستخبارات من قطر بعد بلوغ المفاوضات مع الحركة طريقا مسدودا. في المقابل، دوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل بعد أن أطلق مسلحون صواريخ من القطاع الساحلي على البلدات. وقالت حماس إنها استهدفت تل أبيب، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار هناك. وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صاروخ من سوريا باتجاه إسرائيل، وأن مدفعيته ردت بقصف موقع الإطلاق هذا. وأعلنت كتائب القسام أنها استهدفت 5 آليات صهيونية شرق دير البلح بعبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105 ودمرت 3 منها. يأتي ذلك بينما يتواصل القصف العنيف مستهدفا مناطق عدة، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية مدرسة التي كانت تؤوي عددا كبيرا من النازحين في مدينة غزة، كما خلف القصف شهداء وعشرات المصابين. واستنف القتال بين إسرائيل وحماس في أعقاب انهيار هدنة إنسانية استمرت أسبوعا بين الجانبين، وتبادل الطرفان الاتهامات بتعطيل تمديدها. تعهدت الولايات المتحدة خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي بتخصيصها مبلغ 3 مليارات دولار للمساهمة في صندوق المناخ الأخضر. من جهة أخرى، دعت أكثر من 20 دولة بينها الإمارات والولايات المتحدة وفرنسا إلى زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم 3 أضعاف، وذلك بحلول عام 2050 مقارنة بالعام 2020، بهدف تقليل الاعتماد على الفحم والغاز.
جاء ذلك على لسان المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري أثناء وجوده في دبي إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دوركوم، إلا أن قائمة الموقعين على البيان لا تتضمن الصين وروسيا، أبرز دولتين في قطاع بناء محطات للطاقة النووية في العالم حاليا. ويعد الصندوق الذي تم إنشاؤه في عام 2010 أكبر صندوق دولي مخصص للعمل المناخي، وحصل على تعهدات تزيد عن 20 مليار دولار، وسيضاف هذا التعهد إلى ملياري دولار أخرى قدمتها الولايات المتحدة في السابق للصندوق. أظهرت لقطات لخفر السواحل الفلبيني مئات من سفن البحر الصينية تتجمع عند الشعاب المرجانية داخل المنطقة الاقتصادية للبلاد في بحر الصين الجنوبي. وقال في بيان إن عدد القوارب الصينية ارتفع إلى أكثر من 135 من 111 في نوفمبر، منتشرة داخل منطقة وايت سون المرجانية والتي تسميها مانيلا شعاب جوليان فيليبي. ويأتي التقرير بعد عدة أيام من قيام الفلبينيين بدوريات جوية وبحرية مشتركة مع الولايات المتحدة، والتي أعقبتها مهمة مماثلة مع أستراليا في بحر الصين الجنوبي، مما أدى إلى تأجيج التوتر مع بكين. وتكثف الفلبين جهودها لمواجهة ما تصفه بالأنشطة العدوانية للصين في بحر الصين الجنوبي، والذي أصبح أيضا نقطة اشتعال بحرية للتوتر الصيني والأمريكي. واتهمت الصين الفلبين بتجنيد قوات أجنبية للقيام بدوريات في بحر الصين الجنوبي وإثارة الاضطرابات. الخبر الأخير في هذه النشرة: ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات جزيرة مينداناو في شرق الفلبين، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، فيما حذرت السلطات المحلية من تسونامي مدمر، وحضت سكان المناطق الساحلية على مغادرتها. وبعد مدة قصيرة ضربت هزة ارتدادية بقوة 6.4 درجات المنطقة ذاتها بحسب المركز. وضرب الزلزال على عمق 32 كيلومترا في منطقة تقع على بعد نحو 21 كيلومتر شمال شرق بلدية هيناتوان في مقاطعة سوريغاو ديل سور الواقعة على جزيرة مينداناو بحسب المركز. وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل إن توقعات بتسونامي مدمر يبلغ ارتفاع الأمواج فيه مستويات تشكل تهديدا لحياة السكان. مشاهدينا، نختم هذه النشرة بتذكير بأبرز العناوين. الاحتفال بالثالث من ديسمبر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. جهود للدفع بأنشطة اتحاد المرأة في شمال البحر الأحمر. بحث تفعيل لجنة أصدقاء الشباب في حاضرة عنسبة مدينة كرن. قصف إسرائيلي كثيف يستهدف غزة رغم الدعوات الدولية لضبط النفس. تعهدات مالية ودعوات دولية خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ. القوارب الصينية تتجمع في بحر الصين الجنوبي، والفلبين تنشر سفنا للمراقبة. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذه الفترة. هذه تحيات وتحيات الفريق العام، ودمتم في أمان الله.